سلام البنات، كي دايرين؟ بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احوال طيبه ان شاء الله، وعطله سعيده للجميع، وتكونوا بخير وعلى خير، وكدوزوا عطله زوينه مع وليداتكم مع الاهل والاحباب ديالكم ان شاء الله. وسمحوا لي الا غبت عليكم واحد مده طويله هذه لظروف اللي شدتني انني خلاتني انني نقطع الفيديوهات عليكم. الحمد لله على كل حال. المهم اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه. كما كتعرفوا دابا راه الصيف هذا وكاينه الحراره، الله يلطف بينا الله يلطف الجميع يا ربي. الحراره مفرطه هذا العام، الحمد لله ونشكر على كل حال. كما كتعرفوا راه الشمس ملي كنخرجوا فيها كتعطينا تصبغات في الجلد ديالنا في الوجه ديالنا، بالخصوص للبنيتات بالخصوص العرايسات اللي كيبغيو يكونوا في اجمل حله في النهار الكبير ديالهم. جيت اليوم نشارك معكم واحد الوصفه اللي خطيره في التبييض. كيعتمدوها النساء الصحراويات بزاف، وكيستعملوا فيها واحد الماده اللي موجوده عندنا في المغرب الحمد لله، وثمنها رخيص، ثمنها مناسب، الكل يقدر يستعملها والكل يقدر يشريها. هاد الماده اللي كيستعملوها صحراوه بالخصوص كيستعملوها كماده تجميليه بالنسبه للنساء، وكماده كيصايبوا فيه بها اتاي، كيديروها في اتاي. كنظن انكم فهمتوني، اللي هي العلك الصحراوي، اللي هو هذا هو العلك الصحراوي. انا نوريه لكم. هو هذا كيجي على هذا الشكل هذا. كاين اللي كيكون بحال هكا، تيكون اللون ديالو يعني مغلوق، كاين اللي كيكون اللون ديالو مفتوح بحال هكا، كاين اللي كيكون اللون ديالو مغلوق بزاف بحال هاد الحبيبات هما كيبانوا لكم. المهم هذا هو العلك الصحراوي، خطير البنات في التبييض، خطير عن تجربه. انا الا قلت لكم شي حاجه وكما معودين على الفيديوهات ديالي، الا قلت لكم شي حاجه ولا حطيت لكم شي حاجه راه كنكون ديجا مجربها وكنكون يعني مقتنعه بالنتيجه ديالها. هذا الشيء علاش بغيت نشارك معكم هذه الوصفه اللي خطيره في التبييض. وكما قلت لكم راها كدار حتى في اتاي، والفائده ديالها هي انها اللي كيقولوا اللي مختصين في يعني في المجال ديال التغذيه تيقولوا انه كيساعد على الهضم وكينقي الامعاء من السموم. والصحراوه ما شاء الله عليهم راه كيديروا في اتاي يوميا وقت ماشي حتى يوميا، وقت ما بغا يديروا اتاي كيرميو فيه واحد الحجيره بحال هكا تقريبا، براد كيرميو فيه تقريبا بحال هادي، براد كبير كيرميو فيه بحال هادي، براد ديال اتاي، براد الا كان صغيور بحال هكا. المهم حتى انا كنديرو في اتاي، تيجي زوين، تعطيك شكوشه ديال اتاي تيعلك اتاي راه نتوما هي بالسميه ديالو راه باين هي بالسميه ديالو، سميتو العلك، كيعلك اتاي، تيجي داك اتاي معلك. المهم اليوم قلت لكم غادي نشارك معكم الوصفه ديال التبييض اللي قلت لكم راه وصفه خطيره وزوينه بزاف. كنشدو هاد العلك، المهم تقريبا بحال هاد الكميه هادي اللي عندي هنايا، واحد المعلقه كبيره، تنديروها في كاس بحال هكا كنديروها كنرميوها في كاس، وكنديروا فيها ماء معدني اولا ماء الورد. اللي ما عندوش الحساسيه من ماء الورد يدير ماء الورد، اللي عنده الحساسيه من ماء الورد كيما انا عندي الحساسيه من ماء الورد ما كنقدرش نديرو، كيدير لي تهيج في البشره، ما كنقدرش نستعملو، كندير ماء معدني. كديروا واحد المعلقه قلت لكم كيما هذه، معلقه كبيره ديال العلك، كديروها في الماء، ماء معدني. هذا القياس هانتوما القياس اللي دايره انايا كيعطيكم هذا الشكل هذا، وتبات ليله كامله ديروها كتبات ليله كامله. هانتوما كيفاش تيجي، راه كيجي بحال تقريبا بحال درتي العسل خفيف. هانتوما كيفاش كيجي ليله كامله كيعطيك بحال هكا. انا تعمدت نكثر فيه الماء لان باقا بغيت ندير فيه واحد الماده اخرى، هانتوما غادي تشوفوها معايا.
ها نتوما اللي بغى يديرو بوحدو راه كيدار بوحدو، كيدير الماء قل من هاد الكميه اللي درت انا وتيجي معلك، تيجي بحال العسل خاتر. بغيتو تزيدوا فيه شي ماده اخرى راه كديروا بحال هكا كما درت ليه انا، كيجي بحال هكا يعني مطلوق. ها نتوما المهم كما قلت لكم كتخليوه ليله كامله، مني ديري تنوضي الصباح كتلقاي راه تطلق داب كلشي. وهانتوما راه كيبانوا لكم فيه شي شوائب، شفتوهم ها هما كيبانوا لكم فيهم هاد الشوائب هادو. هاد الشوائب هادو راه ماشي عندكم تقولوا راه طاحوا ليا ولا هو اصلا تيكون فيه هاد الشيء لانه هو فين منين تيجي من الشجر، تيكون هو في الشجر. ملي يحيدوه ضروري كتلقاي فيه هذوك الشوائب. هانتوما بحال هادي دابا شوفوا اشنو كاين في وسط منها، شفتوها ملي كتلقيه في الماء كيتطلقوا مع هذوك الشوائب ديالو. المهم ملي كنديروا ليه بحال هكا كيذوب معنا كما قلت لكم ليله كامله. كنصفيوه في واحد الكاسرونه، كنصفيوه بحال هكا وكنزيدو معاه كما قلت لكم غادي نزيد معاه واحد الماده اخرى اللي هي النشا. النشا راكم كتعرفوا جميع بان النشا لا يعلى عليه في الطبيب. ها هو كندير واحد المعلقه ديال النشا، معلقه بحال هكا ديال النشا، معلقه صغيره ديال النشا، وكنردوه في البوطه، كنردوه يغلي مزيان حتى يغلى مع الاستمرار في التحريك. راكم كتعرفوا النشا راه دغيا كيتحرق. ها نتوما شفتوا كي ولا. غادي نديرو فوق البوطه يغلى يعقد حتى كيعقد لينا هذا الخليط، يعقد لينا مزيان وغادي نرجع معكم باش نوريكم النتيجه. ها نتوما البنات هاني رجعت معكم باش نوريكم النتيجه ديال الماسك ديالنا. ها هو بعد ما عقد وبرد، ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما كيجي كريمي ورائع رائع. كما قلت لكم راه العلك عنده واحد درجه تبييض رائعه، عنده واحد يعني كيبيض تعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. غير هي اللي بغات تجربو ضروري ديري على يديك هو الاول، حيت يعني البشره ما كتكونش بحال كلها، والبشره ديالها كاينه اللي عندها بشره حساسه، كاينه اللي عندها البشره كتهيج. ضروري ديري على واحد شويه على يديك وشوفي، تسني واحد 10 دقائق وشوفيه عطاك نتيجه مزيانه. ما حسيتي بتا شي حاجه، مادالك لا حميره لا تهيج في البشره ديالك لا حتى شي حاجه في يديك، طبقيه على وجهك وتقدري ديري حتى 2 المرات في الاسبوع على بشره نظيفه. صافي كنديروه وكنغسلوه بالماء. هذا الماسك هذا من الاحسن ما تغسليش بالصابون، حيت كيخلي البشره رطبه بواحد الدرجه غادي تشوفيها الا جربتيه، وغادي تشوفي كيفاش كيخلي البشره رطبه. وكما كتعرفوا بان راه الصابون راه كينشف البشره، هذا كيعطيها واحد النعومه واحد الرطوبيه ما شاء الله ما عندي ما نقول. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. والا بغيتوني نحط لكم بحال هاد الوصفات هادو وندير لكم وصفات تجميليه قولوها لي في لي كومونتير وما يكون عي خاطركم ان شاء الله. وهذه معكم، والحاجه اللي نديرها انايا والحاجه اللي جربتها ولقيتها زوينه راه اكيد غادي نجربها، غادي نديرها معكم وغادي نحطها لكم فيديو باش الكل يستفيد ان شاء الله. وما تنساونيش من دعواتكم كما العاده ومن لي لايك ديالكم وتعاليقكم الزوينه وبارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم ان شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون عند حسن الظن ديالكم وتستافدوا منه كلكم ان شاء الله.